احنا هنتكلم عن موضوع اتكلمنا فيه كتير وهنفضل نتكلم عنه على فكره. الناس اللي اشترت وحدات عقاريه وما استلمتهاش او استلمتها وغير قابله للحياه والسكن، هنفضل نتكلم عنهم لحد ما يبقى في حل واضح، لان الناس دي ليها حق. انا مش فاهمه انتوا ساكتين ليه؟ يعني كمطور عقاري حضرتك ساكت ليه؟ ما بتردش وتدينا حل ليه؟ هل مثلا انت متوقع الناس اللي شاريه بملايين هتنام تصحى ناسيه ان هي دفعت لك ملايين فهيسكتوا؟ هينسوا لوحدهم؟ يا جماعه لازم يبقى في حل. انت مش بتضر نفسك لوحدك، انت بتضر كل السوق العقاري. انتوا عددكم على فكره مش كبير، انتوا اقل بكتير من ان انتوا تمثلوا السوق العقاري، بس انتوا خليتوا الناس دي صوتها عالي وواضح، لان ليها حق، واللي ليه حق صوته عالي وواضح. انا بس عايزه اقول حاجه، عمالين نقول اشباه المطورين الجداد. الموضوع ما بقاش مطورين جداد ومطورين قدام، ده في مطورين ناس شاريه معاهم دول كانوا قدوه للسوق كله، نمشي وراهم، شوف بيعملوا ايه ونمشي وراهم. انتوا بقى ساكتين ليه؟ ادونا حل، ادوا للناس حقوقها. الموضوع بسيط، عباءتك الماليه تستحمل ان انت تشيل العملاء دي حتى لو بخساره. عندك عباءة مالية تخليك تحافظ على اسمك أهم من كل اللي بيحصل. القطاع العقاري كاستثمار في مصر أهم بكتير من اللي انت بتعمله عشان توفر 1000 عميل ولا 2000 عميل حتى. حلوا المشكلة، ساعدوا الناس دي ان هي تستلم بعقودها اللي واخدينها منكم عشان كل المشاكل دي تتحل، الناس دي تنام مرتاحة في بيوتها. ده انت لما بيقع منك 1000 جنيه يا محترم يا أخي، لما بيقع منك 1000 جنيه ما بتعرفش تنام بالليل. متخيل ده وضعه ايه اللي مش عارف يستلم وحدته؟ فمن فضلك حلوا مشاكل الناس دي واسمعوا رايهم. انا هسمعكم رايهم دلوقتي هم بيقولوا ايه. المشروع بينحصر ان احنا اشترينا وطلعت الارض بدون انها مش مالكه للارض، ان الشركه المطور اللي اشترينا معاه غير مالك للارض. انا اخدت عقدين، واحد بعياده والتاني في فيلا، الاتنين طلعوا مضروبين. انا مش عايزه اتكلم غير ان المفروض البلد تبقى يعني بيبقى في سوبرفيجن على المطورين دول. احنا بيتنصب علينا. دي اسمها عقود اذعان. عقود اذعان كلها بتبقى لصالح المطور، المالك ملوش اي حقوق خالص. انا ليا 36 شهر من تاريخ صدور الرخصه، يعني الرخصة صدرت في شهر 10 2014، يبقى إذن أنا أستلم في شهر 10 2017. هم شرعوا في البناء 2017 ومماطلات وتسويف وتدليس على كامل الأعضاء. وعلى حد علمي أنا لست رجل قانون، ولكن أعلم أنه لا يمكن تسويق أي وحدة للمطور العقاري إلا بعد إنجاز 40% من حجم الإنشاءات. الجهة المسؤولة لما سألنا قال لك إن هو غير مش موجود بالنسبة لها أي شيء، لأن الأرض مش مسجلة باسمه. ثالث حاجة، طلبنا من مندوب من الجهاز بمعاينة الأرض بجواب رسمي ومخاطبته، وبالفعل طلع مندوب من الجهاز عشان يروح يعاين الأرض، ولقى ان الارض لم تتم تسويتها او وجود اي مباني عليها، وده بالفعل مذكور في التقرير اللي هو كتبه وتم ارفاقه كمستند معانا. يعني كان نسبة الشراكة 30% للأعضاء و70% للمطور العقاري، وده غير منصف ولا عادل إطلاقا، واعترضنا عليه منذ البداية. المستثمرين دول هيضيعوا موقف البلد، دي مصيبة جامدة جدا جدا، لازم البلد تشوف المشكلة دي. لا ميعاد استلام تم، لأن كان في مرحلتين قبلي في المشروع ولا مرحلة تم تسليمها في المشروع، فطبيعي هتكملي إيه؟ يعني كده بالظبط بنشتري الهوا في أزايز زي ما بيقولوا. الجمعية من قيمة سنة كده طرحت على ملاك المشروع أرض بديلة أو شقق بديلة، طبعا ما حددوش بالظبط، ولكن هذه الشقق البديلة هتكون ب1/20 من قيمة الشقة الأساسية، لأن ما أعلنوش عن أي سعر. وطبعا كل الملاك رفضوا رفض تام، لأن هذا الأمر أصابهم بمشاكل